ياسين وليد عمره 10 سنين، يسكن في حومة هادية، ويحب ديما يلعب بالكورة ويقعد سوية قدام التليفون. ما كانش يحب الحيوانات جملة، كان ديما يقول إلي اللقطات تتوسخ وتجيب الأمراض وتخبش زادة. وكي يشوف قطوس في الشارع يبعد عليها ويجري. نهار هو مروح من المدرسة يسمع في صوت تمعويق، ميو ميو. وقف متردد، بعد شاف قطوسة صغيرة برشا، شعرها مسخ وترعش من البرد، قاعدة تحت طابونة قديمة. في الأول خاف منها وقال بينه وبين روحه نخليها ونمشي. أما كي شاف عينيها مليانين خوف وحزن، تفكر كيفاش هو يحس بالوحدة كي ما يلقاش مع شكون يلعب. قرب شوية منها مد يدو القدوسة وهو خايف لا تخبشو. يا أخي لحست له يدو، حس بحاجة غريبة في قلبه، جاب لها شوية ماء وشوية حليب من دارهم وحطهم قدامها. القطوسة شربت الماء وشربت الحليب زادة، وبعد تبعته وقرر يهزها لدارهم بالرغم خايف من رد فعل أمه. دخلت الدار أمه شافتها قالت له شنو هذه يا ياسين؟ قال لها لقيتها مسكينة في الشارع وحبيت نعاونها. أمه قلبها حن وقالت له ميسالش، أما أنتي المسؤولة عليها، على نظافتها ومكلتها وسميها لينا. من نهارها ياسين ولا يقوم بكري، ياسين يعطيها الحليب والماكلة وينظف لها ويلعب معاها. بعد أيامات يبدا يحكي معاها على نهاره في المدرسة، كيفاش يعدي وكيف كاينها صاحبته الوحيدة. نهار من نهارات نسى الغاز محلول في الكوجينة وخرج يلعب. القطوسة بدات تتمعوق في الدار بصوت بصوت مياو مياو تجري في الدار، لين دخلت أمه ولقات الغاز محلول. كانت تنجم تصير كارثة في الدار. أمه قالت له لينا نقدتنا اليوم يا ياسين. حس بالفخر وقال كان ما جبتهاش للدار راهو صارت مصيبة كبيرة. من نهارتها تبدلت نظرته للحيوانات، ولا يقول أصحابه اللي لقطات باهيين ويحسوا ويحبوا زادة. حتى في المدرسة المعلمة طلبت من الصغار يحكيوا على حاجات غيرت حياتهم ونظرتهم زادة. ياسين وقف وحكي على قصة لينا، فما اللي ما صدقوش وفما اللي تعلموا منها وقرروا يعاونوا الحيوانات في الحومة. بعد أيامات لينا مرضت شوية، ما تحبش تاكل. ياسين كان خايف عليها ويبكي لا يخسرها. مشى بها للطبيب قالوا لاباس ما بيهش حد شيء، أما يلزمها لهو أكثر. ياسين قعد بحذاها وكل ليلة يحكي لها قصة. بعد أيامات برات ولات تجري وتلعب، وياسين حس اللي قلبه تبدل، ولا يحب يعاون أي حيوان يشوفه، يعطيه الماء ويعطيه الماكلة ويقول لأصحابه الرحمة مش ضعف هي قوة. ومع الوقت الحومة والكل ولات تبدلت والصغار ولات تحب الحيوانات وتعاونهم. ياسين فهم اللي حاجة بسيطة تنجم تبدل الحياة كاملة. العبرة من الحكاية أي مخلوق ضعيف حتى الحيوانات يحس ويحب، والخير اللي تعمله راهو باش يرجعلك امان وفرحة زادة. هكا ياسين تعلم ان القطوسة الصغيرة ما كانتش مجرد حيوان، كانت درس كبير في الرحمة والحب، وعلمته كيفاش القلب الباهي ينجم يبدل الانسان واللي الدنيا اللي عايشين فيها زادة. كان عجبتكم الحكاية ما تنسيوش باش تدعموني بالاشتراك في القناة وتحطوا لي برشا لايكات وكومنتات وتعطيوني رايكم انتم زادا بدلتوا نظرتكم للحيوانات ولا. تصبحوا على خير.